السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل مكتبة مصر العامة، مهرجان فتافيت السكر بعنوان أكتوبر العبور والنصر. معنا اليوم معالي اللواء أركان حرب اللواء محمد عبد القادر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بكم الساده. تشرف بحضرتك أول معانا في راديو صوت الجيل وجريدة بوابة عاجل مصر للقاء قادة من قادة النصر في أكتوبر، النصر العظيم اللي رجع لمصر كرامتها وللشعب المصري كرامته. ممكن تقول لنا كده أي حاجة كده عن في المعركة؟ يعني ذكريات المعركه كثيره ومتنوعه، منها المؤلم ومنها واكثرها المفرح. الحمد لله. يعني انا حصل واقعه حصلت يوم 12 اكتوبر بالليل. يوم 12 اكتوبر بالليل حوالي الساعه 2 صباحا. احنا عاده العمليات بتخف بالليل شويه نتيجه ان القوات مش شايفه بعضها والدنيا ضلمه، فكانت بتقل شويه العمليات. ولاني قائد سريه مدفعيه وموجود على الحد الامامي للقوات، فليس امامي غير قوات العدو على بعد 2 كيلو 3 كيلو او كيلو ونص الى ابعاد مختلفه. وبالتالي اي حركه قدامي هتكون من العدو وليس من قوات. فهتضرب على طول فيه. حوالي الساعه 2 صباحا سمعنا اصوات كده خفيفه كده امامنا وعلى بعد مش بعيد يعني. وعلشان اشوف ايه اللي بيحصل قدامي ده والدنيا ضلمه جدا، لدي في المدفع ذخيره بنسميها الذخيره المضيئه، ودي طلقه مدفعيه عاديه جدا شكلها خارجي لكن لها خواص مختلفه. الطلقه دي بتنور مساحه من الارض. الطلقه دي لما تتضرب على اقصى مدى واعلى ارتفاع بتطلع لفوق على اقصى مدى للمدفع، وكان اقصى مدى للمدفع 15 كيلو 50 متر. ولما تنفجر بتنزل في صورة شعلة في مظلة. هذه الشعلة تنزل منورة مساحة من الأرض قدامي، نص دايرة نص قطرها حوالي كيلو ونص مساحة كبيرة. لما ضربت الطلقة ونورت كان فوجئنا ان قدامنا على بعد حوالي 20 25 متر مجموعه من الافراد الجنود الاسرائيليين جايين زحفا على الارض. وهذا معروف في التكتيك العسكري عندنا ان ده عمليه اغاره. وعمليه الاغاره دي الغرض بيكون عاده الغرض منها اما ان هم يخطفوا اسير او ان هم يلقوا علينا قنبله ولا حاجه تسبب اصابات او تسبب اموات يعني شهداء، واما ان هم يجوا يخطفوا خريطه ولا حاجه عليها بيانات تنفعهم. لكن بمجرد ما الدنيا نورت طلعوا يجروا. هم جروا واحنا وراهم الجنود بتوع الاسلحه الصغيره يضربوا عليهم. ففي واحد منهم اصيب في كتفه الشمال وسقط على الارض. واحنا لدينا تعليمات من قبل الحرب ان المصاب لا يقتل، لكن ممكن ناخده اسير. فاحنا تنفيذا لهذه التعليمات، وعلى فكره دي مش تعليمات الجيش بس، لكن اللي هي يعني مواثيق دوليه. فانا ده كان من نصيبي رقدت عليه علشان اكتفه واخده اسير. تعليم الاسلام كمان ان احنا ما نقتلش اسير. صحيح، الا ان هو كان من الخبث والخسه والدناءه والنداله التي جبل عليها الصهيوني الجبان. كان بيسحب من الحذاء بتاعه سكينه علشان يضربني بيها. لما لقاني اطمأن الى اني مش هموته فهو هيموتني. هنا ما بقتش المسألة بقى يعني أسير، ده هنا بقى دفاع عن النفس. أخدنا سلاحه وكتفته، فتشته، لقيت إن هو الأول أنا واجهته بالسمك بتاعي على إنه هو هيضربني بالسكينة بتاعته، فعلا سحبها من الحذاء.
انا اشول، وكنت معلق في جنبي الشمال في القايش السمكي بتاع البندقيه. خدت السمكي وضربته طعنه واحده في صدره، هي طعنه واحده، مات، وقع ومات. لما فتشته لقيت معاه حاجتين، لقيت معاه علبه سجاير مكتوب عليها بالانجليزي رويال من ناحيه، ومن الجنب الاخر مكتوب بالعبري رويال ايضا، ومعاه دفتر شيكات. انا اخدتهم واحتفظت بيهم لنفسي، ما سلمتهمش، سلمنا سلاحه، لكن دول خدتهم كتذكار لهذه العمليه. علبه السجاير يعني فقدت على مدار العمر الطويل اللي فات ده في احدى الندوات، واحتفظت، ظل معايا دفتر الشيكات وما زال عندي حتى هذه اللحظه. يعني من اجمل الذكريات صراحه يعني. طبعا. اولا احنا نهني نفسينا كلنا مع حضرتك، ويعني فخر ليا كلنا مع حضرتك يعني كاحد قاده الجيش المصري في عبور اكتوبر. وايضا ان حضرتك يعني انا فخر ان احنا والسبق ان احنا نسجل عمليه الاسير ديت وقتل الاسير الجبان صاحب الخسه والنداله والخيانه في نفس الوقت. ويعني زي ما انت حضرتك قلت ان تعليم الاسلام فعلا تامرنا ان احنا ما نقتلش الاسير، والجيش بيقول لنا كده، فاحنا ما عملناش كده، لكن هو كان ندل وكان جبان، فكان جزاء الموت، كان يستحق الموت. شكرا جزيلا لحضراتكم. كان لنا لقاء مع اللواء ارقام حرب محمد عبد القادر في تفية السكر. كان معكم الدكتور مجدي الناظر، راديو صوت الجيل وجريدة بوابة عاجل مصر. شكرا جزيلا لحضراتكم.